احنا مالنا متجوز ولا خاطب ولا مصاحب ولا ايا كان بقى الموقف يعني. بس كابتن رضا، انت عارف اللي انت قلته او طريقه الكلام اللي انت قلتها دي معناها ايه؟ يعني يعني هي مفسره نفسها. الواحد ما بيشوف ناس يعني لعيبه كتيره جدا في اماكن بقابلهم في كافيهات ومطاعم، وانا ماليش دخل، انا مالي بيهم. وانا موجود في البرنامج هنا وفريق العمل الحمد لله دايما هنقعد نتكلم على اي حد، لعيب، مدير فني، دكتور، حكم، رئيس اتحاد الكوره، اي حد مسؤول في المجال الرياضي هنتكلم عليه. في حاله كده امبارح، يعني تصريح كده حابب ان انا اتكلم عليه حقيقي بجد، وهو تصريح كابتن رضا عبعال. يعني تصريح كده انتشر على السوشيال ميديا، معرفش يعني بصراحه تصريح غير موفق منك يا كابتن رضا. انا بحبك جدا وبحترمك، انا عارف انت ممكن تهاجمني بس انا هكلمك كاخ صغير او كانك كابتني. ودايما على فكره ممكن الصغير ينصح الكبير والكبير ينصح الصغير. انت امبارح اتكلمت على محمد هاني في فيديو غير موفق منك. ممكن انت يعني ساعات اوقات انت بتقول حاجات بتبقى بتسمع وبتتكلم فيها ككوره، بس ايه علاقه محمد هاني ان هو كان متجوز امبارح ولا ايا كان بقى الموقف اللي طلع او طريقه الكلام اللي طلع؟ كابتن رضا، انت عارف اللي انت قلته او طريقه الكلام اللي انت قلتها دي معناها ايه؟ يعني يعني هي مفسره نفسها. ما ينفعش نتكلم على لعيب اصل هو لسه متجوز جديد. بالظبط انا عايز اجيبها كده. كابتن رضا عبعال بيتكلم عن محمد هاني، بيساله هو متجوز ولا ايه وشكله مرهق وعريس جديد مش قادر. ايه يا جماعه ده؟ مش فاهم ايه يعني ايه مش قادر. والله بجد يعني احنا مالنا متجوز ولا خاطب ولا مصاحب ولا ايا كان بقى الموقف يعني. بس طريقه الكلام يا كابتن رضا مش حلوه. في ناس بتتابع، انتوا بتقعدوا تتكلموا عليا وتقول اصل انا مشاغب وانا يعني بمعنى بالبلد كده انا قليل الادب يعني. ده اللي بيتقال بالظبط. وحتى الناس لما تيجي تتكلم يقول لك كده. والله العظيم يا جماعه انا الحمد لله الواحد يعرف في الاصول وبيعرف في الاحترام، وعمري ما اتكلمت على شخصيه لاعب او على حياته الشخصيه او حتى خارج الملعب بيعمل ايه. انا مالي؟ كابتن رضا اتكلم كوره، حقك ان انت تتكلم وتنقد او يعني تهاجم محمد هاني، بس هاجمه كوره، هاجمه هو في الملعب، هاجمه وهو جوه الملعب. اتكلم على طب انا يا جماعه بتكلم على اكبر حد واحسن لعيبه في مصر، بتكلم عليه لما يبقى حلو بقول عليه حلو، لما وحش بقول عليه وحش. اتكلموا كوره يا جماعه بجد، انا بوصل رسالتي. اتكلموا كوره على اللعيبه. انا بتهاجم على بسبب ان انا بتكلم كوره، بس عمري ما هدخل نفسي في حته شخصيه اصل ده متجوز اصل ده ما انا الواحد ما بيشوف ناس يعني لعيبه كتيره جدا في اماكن بقابلهم في كافيهات ومطاعم، وانا ماليش دخل، انا مالي بيهم. كل واحد ليه حياته الشخصيه. انا في الاول والاخر زي ما انا لعيب كوره انا ليه حياتي الشخصيه، ابقى متجوز مصاحب خاطب. احنا مالنا اصلا. اللفظ اللي طلع مش حلو يا كابتن رضا. يا كابتن رضا انت يعني اكيد عندك اولاد، ما ينفعش لفظ زي ده يتقال على ايا كان بقى يوتيوب، برنامج. الحياه الشخصيه يا جماعه ابعدوها عن لعيبه الكوره.